لو نفسك تعملي سندوتشات شاورما فراخ بتاعة المطاعم لكن اوفر بكتير جدا والذ وانضف 100 مرة منها، يبقى اكيد الفيديو ده ليكي. هنعمل النهارده العيش الكايزر الهش وزي السحاب ومحشي بالشاورما بتتبيله خطيره. هنعمل 15 ساندوتش باقل تكلفه من الجاهز. هقولك كمان ازاي العجينه دي تطلع قطنيه من جوه واخده لون ذهبي جميل من بره. يلا بينا نبدع، بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معانا في البداية كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا. هنزل عليه بمعلقتين خميرة فورية، المعلقة اللي هي بتاعة الطعام العادية خالص. هقلبها وهنزل عليها برشة من الملح، وبنفس المعلقة اللي عايرت بيها هنزل بأربع معالق من اللبن البودرة للكيلو. كيلو الدقيق 4 معالق لبن بودرة بتدي تيست رائع يا جماعة وهشاشان غير عادي. عايزة اقول لكم 90% من هشاشة العجينة بسببه. هننزل كمان ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل ب3 كوبايات من الميه الدافيه. نزلت باول كوبايه وتاني كوبايه، وهبدا بقى ان انا اعجن. وانا بعجن هشوف ان انا هحتاج قد ايه من الكوبايه التالتة. وانا بعجن حسيت ان انا محتاجه الكوبايه التالتة كلها، فهبدا ان انا انزل بالكوبايه التالتة. يبقى انا كده اخدت 3 كوبايات من الميه، كل كوبايه بتعادل 100 ملي. يعني انا اخدت 300 ملي لكيلو الدقيق. انا كوبايتي 100 ملي. تمام كده عجنت ووصلت للمرحلة اللي فيها العجينة بتلزق زي ما احنا شايفين كده، محتاجة مادة دهنية. هنزل بقى هنا ب3 معالق كبار من الزيت. 3 معالق كبار من الزيت زي ما هما كده نزلت بيهم، وهبدأ ان انا اكمل عجين. يا جماعة العجين مش اقل من 10 دقايق لربع ساعة عجن علشان احصل على قوام عجينة زي ما احنا شايفين كده، عاملة زي الملبن بالظبط. شايفين طرية جدا جدا. احطها بقى في البولة وادهن وشها بالزيت، واغطيها بكيس التلاجة، وهسيبها لمدة من 30 ل 45 دقيقة علشان تختمر. طبعا لو في الشتاء هيبقى فترة اكبر من كده. معايا هنا بقى فراخ، صدور فراخ متقطعة شرايح زي ما احنا شايفين، حابين صدور حابين وراك زي ما تحبوا خالص، ليكي مطلق الحرية. هجيب بقى البولة وهنزل فيها بصدور الفراخ المتقطعة شرايح، وهنزل عليها بكوباية من الزبادي. الزبادي الجاهزة العادية خالص دي بتدي طراوه فظيعه يا جماعه للشاورما. هنا بقى هنزل بتوابل الشاورما بتاعتي، عباره عن معلقه ممسوحه كبيره من كل حاجه: الملح ومرقه فوريه والكاري وتوم باودر وبابريكا وبصل باودر، ومعلقه صغيره من الكزبره الحب المطحونه، ومعلقه صغيره من القرفه المطحونه. هنزل بقى بكل التوابل دي، وهنزل بعصير ليمونه كبيره، وكمان 3 معالق من الزيت، ومعلقه من صلصه الطماطم، ودي بتديها لون جميل جدا ونكهة حلوة جدا. هنزل كمان ببشرة من جوز الطيب، ودي بتفرق جدا في الطعم. هنزل كمان بمعلقة من الكاتشب، وده اختياري، لو مش عندك مفيش اي مشكلة خالص. نزلت كمان ب3 معالق من الخل، وهنا الخل بيساعد ان التوابل تتشرب كويس جدا للفراخ. هقلب بقى كل الكلام ده تقليبه حلوه كده علشان تخترق التتبيله كل صدر الفراخ اللي عندي، وهسيبها بقى على جنب اقل حاجه لمده ساعه. بس انا كنت مستعجله فاستخدمتها بعد نص ساعه بالظبط. هنا بقى في طاسه على النار هجيب معلقه من السمنه، ويفضل تبقى ليا. انا نزلت بمعلقه من الليا، هتبقى طعمها جميل جدا 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 الشاورما، وبتفرق جدا مع الليا. نزلت بقى بالشاورما على نار عاليه جدا علشان تاخد صدمه وتستوي اسرع. هقعد بقى اقلب مش اقل من 5 ل10 دقايق، تقليب مستمر لغايه ما احس ان لونها بدا يغير. هنزل في اللحظه دي بفلفل الوان زي ما احنا شايفين. طبعا لو ما عندكيش فلفل الوان، لو فلفل اخضر بس مفيش مشكله عادي خالص. هقلب بقى واديها تقليبه وتشويحه كده. شايفين يا جماعه لوحه فنيه بجد، مش عارفه اقول لكم ايه على الريحه. رهيبه الريحه بتاعتها، ولا افخم مطاعم شاورما، ريحتها جامده جدا. هنا بقى هغطيها واسيبها تستوي على نار هاديه جدا. وهنا بعد التسويه اول ما استوت كويس، فيها عصاره بسيطه جدا، انا مش محتاجه اي عصاره خالص علشان ما تبوظ او الساندوتش بتاعي ماي ماي كده. هسيبها بقى اطفي عليها، ولغايه ما هبدا احشي هتكون نشفت من ميتها او من الصوص بتاعها. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتي وصلت لفين. شايفين بقى الجمال؟ العجينه ملت البوله بتاعتي كلها. طبعا انا قلت من 30 ل 45 دقيقه بتختمر في الصيف، واكتر من كده تقريبا ساعه في الشتاء. احنا علشان صيف هي اختمرت خلال 35 دقيقه، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى الم العجينه واخليها على جنب علشان هبدا ان انا احشي على طول. معايا هنا ميكس من الجبن، شيدر على موتزاريلا،
ومعايا الشاورما اللي احنا عملناها، وهبدأ ان انا احشي على طول السندوتشات بتاعتي. هبدأ بقى اجيب كده، شايفين في ايدي حجمها قد ايه؟ عايزه اقول لكم الكيلو من الدقيق طلع معايا 15 سندوتش من اللي انتوا شفتوه، من الحجم اللي شفتوه في البدايه. باخد بقى قطعه قطعه وافردها زي ما احنا شايفين كده من جوه لبره. بفرد الاطراف وبسيبها سميكه من النص علشان ده يبقى سندوتش وش السندوتش بتاعي. تمام كده. هنزل بقى بميكس الجبن، معلقه من ميكس الجبن، ومعلقه من الشاورما بتاعتي، ومعلقه كمان من ميكس الجبن. تمام. وهبدأ بقى ان انا اقفل الساندوتش بتاعي. العجينة عايزة اقول لكم زي السلايم في ايدي، طرية جدا جدا جدا. هعملها كده زي البقجة، واحاول انسق شكلها كده يبقى دايرة. ملمس العجينة هتلاقوه في ايديكم طري جدا جدا، بدون مبالغة زي السلايم. هي دي العجينة الهش القطنية اللي هتطلع معاكي قطنية في الاخر. هحطها بقى في الصينية، وتكون الصينية مدهونة بالزيت. نفس الكلام هعمل واحدة كمان قدامكم. هفردها بالنشابة بشويش الاطراف بس، واحاول ان انا ما اضغطش على المنطقة اللي في النص علشان ده هيبقى وش الساندوتش بتاعي زي ما قلت. وهنزل بميكس جبن، وبعدين الشاورما، وبعدين ميكس جبن، واقفله كده بشويش بقى زي ما احنا شايفين، واقلبه، وهنزل بيه في الصينية وهضغط ضغطة بسيطة جدا عليه. هنا بقى خلصت كل الكمية، ومعايا بضاية ربيتها وحطيت عليها معلقة مية، معلقة واحدة بس عشان تديها سيولة اكتر. ربيتها وهدهن بيها وش كل السندوتشات بتاعتي. هدهن كويس جدا، وبعدين هنزل بسمسم، وده اختياري زي ما تحب، بس بيدي طعم حلو جدا للكايزر بتاعي. فده اختياري براحتك خالص، لو مش حابه تضيفي مفيش مشكله خالص، ما تضيفيش، بس زي ما قلتلك بتدي نكهه حلوه. عايزه اقولك قوام الكايزر بتاعي والهشاشه بتاعته هتخليكي تاكليه من غير اي حاجه ومن غير اي حشوه، من جماله ومن حلاوته. هنا خلصت وسبته تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه بيختمر تاني وهو في الصينيه علشان ينتفخ ويعلى اكتر. هدخله الفرن بقى على درجه حراره 200، الرف الاوسط. اول ما يستوي معايا واحس انه عالي معايا، هبدا ان انا اشغل المروحه الداخليه او افتح عليه الشوايه علشان ياخد اللون الجميل ده. تعالوا بقى نشوف جماله وحلاوته. انا ممكن اقول في جماله شعر من هنا لبكره. بكل امانه طالع هشاشه غير طبيعيه، طالع طعم رائع وريحه جايبه اخر الدنيا. شايفين الطراوه بتاعت الكايزر بتاعي؟ مش مستحمل من كتر ما هو هش وطري جدا جدا جدا. عايزه اقولك امشي بالطريقه بالظبط وبنفس التريكات اللي احنا عملناها، هيطلع اجمل كمان من ده. شايفين جماله؟ شايفين الموتزاريلا سايحه مع الشاورما؟ طعمها رهيب. الكايزر يا جماعه ممكن يتاكل لوحده بدون اي حشوه. شايفين جمال الكايزر عامل ازاي؟ رائع. عايزه اقولك 15 رغيف اتعملوا، الكميه دي غير الكميه اللي كانت في الفرن. لو فكرت تشتري ال 15 رغيف دول من بره بمبلغ، للامانه لو هتفكري تاكلي انت وولادك بره الكميه دي بمبلغ معدي بره. عايزه اقولك ان حجم السندوتش اللي احنا عملناه ده كبير جدا ومشبع جدا بالنسبه لبتاع بره. كفايه جدا انك بتعمليه بحب وبنظافه جوه البيت، وانت عارفه وضامنه ايه اللي حاطاه في السندوتش لاولادك. انصحك جدا تجربيه، ولو جربتيه تكتبي لنا رايك في كومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. لو وصلتم لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير لكل الناس اللي فارق معاها الاكلات المختلفه. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.